شكرا لبلادي نيوز على المواكبه والتتبع ديالها في هذا اليوم التواصلي لعرض خطه عمل الهيئه 2022-2027. اليوم كما لاحظتوا كان لقاء تواصلي ما بين مجلس العمالة مكناس وكذلك الهيئه مع المجتمع المدني لبسط الخطه ديال الهيئه لموسم 2021-2027. تنظن بانه الاخوان والاخوات السيده الرئيسه عرضت الخطه ديالها يعني بواحد الشكل يعني الشكل يعني دقيق جدا، واللي المجلس مستعد على انه يتعامل معها في هذاك الاطار من اجل بسط هذيك الخطه ومن اجل تنفيذ الخطه ديالها. تنظن بان الخطه هي جات يعني تتويجا للعمل المشترك والتناغم اللي كتعرفوا مجلس العمالة مكناس مع الهيئه، اللي كنعتبروها هي شريك اساسي وشريك يعني مهم جدا مع مجلس العمالة مكناس، لانه حقيقه العمل اللي كيقوموا به ومع يعني مع اللجان ديال اللجان الدائمه ديال المجلس ولا مع رئاسه المجلس ولا مع المكتب ديال المجلس، هو عمل كبير جدا واللي كتعاوننا يعني في الاستشارات وفي ويعني في تبسيط واحد المجموعه ديال الحوايج ونقل كذلك الهموم ديال المواطنين والمواطنات من المجلس من اجل انه يتخذ فيهم مقررات ويتخذ فيهم يعني واحد الخطه ديال العمل. انا كنتمنى لهم التوفيق وتنظن بانه حنا غاديين على الطريق الصحيح مع الهيئه. وانتم كما شفتوا كاين تنويع كبير من مجموعه ديال المتدخلين ديال المجتمع المدني ومن مجموعه ديال الجماعات اللي حضرت معنا، وكذلك يعني واحد المجموعه ديال الهيئات ديال الجماعات الترابيه اللي حضرت معنا، واللي كلهم نوهوا بالعمل ديالهم بالعمل ديال المجلس وهذا التناغم وهذا التآخي اللي بيناتنا. وحنا اليوم ماشي تنفكروا فقط كما قلت في الكلمه ديالي في الديمقراطيه التشاركه، حنا كنفكروا في الاندماج الكلي مع المجتمع المدني من اجل اخذ الراي ديالو والاستشاره ديالو، لانه بدون مجتمع مدني وبدون مؤسسات مدنيه لا يمكن لاي مجلس كيف ما بغى يكون النوع ديالو على انه ينجح في العمل ديالو. شكرا لبلادي نيوز.